هواجس ومخاوف كبيرة يبديها صناع القرار من ورقة الذهاب نحو ما يسمى المرحلة الانتقالية. فأمام ارتفاع المطالب بإسناد قيادة البلاد إلى شخصية تحظى بالقبول الشعبي، لا تتحمس السلطة الفعلية إلى المغامرة بالخروج عن الدستور، فهل هناك ما يبرر فعلا كل هذا الخوف؟ المراحل خارج الدستور تتميز بشيء مهم جدا هو الذي يخلق الخوف منها، وهو عدم وجود قانون يدعن له أو تدعن له جميع القوى السياسية وجميع المؤسسات، لأنه في الأخير الحالة الدستورية أو الحالة القانونية الناظم لها هو الدستور، وإذعان هذه المؤسسات والأشخاص للدستور هو الذي يحقق الاتفاق فيما بينها، وهو الذي يحقق استقرار الدولة. عندما نحطم هذا العنصر الذي يحقق الإدعام، عندما نخرج عن الدستور، فإنه ليس هناك شيء يمكن أن نحتكم إليه أو شيء يمكن أن ننظم به الخلافات التي قد تنشأ. أن المراحل الانتقالية عادة لا ندري، لا نعرف بالضبط من أين نبدأ وإلى أي مدى سننتهي. نجهل كذلك الشخصيات اللي تترأس هذه المرحلة، التركيبة البشرية اللي الناس اللي يشرفوا على هذه المرحلة، وخاصة وأن في الحق عادة المراحل الانتقالية تتسم بالتعيين وليس بانتخاب. لكن ماذا بقي من خيارات بعد سقوط رئاسيات الرابع جويليا؟ وهل هناك جدوى من التمسك بالدستور؟ برأي العارفين في السياسة فإن الحراك مجبر على تفهم بعض المتطلبات، فأي حلول تسقط فخ الوقوع في المرحلة الانتقالية؟ نرى أنه من ضروري إعادة تفعيل المادة 102 من الدستور لتتيح لنا أن ننظم انتخابات من جديد في فترة أخرى مدتها 90 يوم، لا أقصاها 90 يوم. وفي هذه الحالة يمكن اللجوء إلى تعيين وزير أول من جديد، وزير أول خلفا للسيد بدوي، على أن يشرف هذا الوزير الأول، ويمكن أن يكون السيد بن بيتور أو طالب إبراهيم، يمكن أنه هو شخصيا يشرف على حوار. على السلطة في حد ذاتها أن تحدد أشخاصا يتحاورون باسمها، يجب أن يكونوا مقبولين شعبيا ولديهم نوع من الشرعية، وفي الوقت نفسه يجب على الحراك وعلى الشعب أن يفرز قيادات وشخصيات تنقل مطالبه الحقيقية، ويمكن أن تستمر في المسار الذي بدأه الشعب منذ 22 فبراير فيما بعد. مخرج قد يكون الأنجع لتجاوز ما وصلت إليه تطورات الأزمة في الجزائر، وخيار قد يجنب حالة الصدام أمام حراك شعبي مصر على رفض كل رموز النظام للإشراف على انتخابات استعادة الشرعية، وتخوف السلطة المعبر عنه من تبعات الخروج عن المسار الدستوري.